والقاهر من أسماء الله الحسنى، يقهر الجبابرة، يقهر الظالمين، يقهر المتجبرين. لذلك في بعض الأدعية التي نقرأها كثيرا في قنوت الصلوات: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. دققوا، النعمة الأولى نعمة الهدى، ولا نعمة قبلها. ونعمة الهدى تشبه واحد، فإذا أضيف إليها نعمة الصحة 0 أمامها صاروا 10، فإذا أضيف أمامها 0 آخر نعمة الكفاية. ويمكن أن تضيف النعم أمام هذا الواحد إلى ما شاء الله، لكن تأكد أن هذه النعمة الأولى نعمة الهدى هي الواحد، فلو حذفته لكانت كل النعم الأخرى أصفارا لا قيمة لها، لأن الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض. الهدى نعمة مستمرة بعد الموت، وما سوى الهدى نعم منقطعة عند الموت. وتأكد أن أية نعمة وهبك الله إياها ليس معها الهدى تنتهي عند الموت، وليست عطاء، لأن كرم الله عز وجل لا يمكن أن يكون بنعمة منقطعة. نعم الله الحقيقية مستمرة بعد الموت. فلذلك البطولة أن تتمتع بنعمة تسعدك بعد الموت. أما نعم الحياة الدنيا على أنها نعم طبعا، لكن تنتهي عند الموت. من بيت إلى قبر، من منصب إلى قبر، من انغماس باللذائذ إلى قبر. أما المؤمن نعمه مستمرة بعد الموت وهي متنامية. فالبطولة والتوفيق والذكاء أن تبحث عن نعمة ليس الموت نهاية لها. أي عطاء ينتهي بالموت بالحقيقة ليس نعمة من النعم التي أرادها الله للمؤمن. لذلك فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. بالضبط بشكل موضوعي، إن الله يعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى الملك لنبي كريم سيدنا سليمان، وأعطاه لعدوه فرعون.